ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده هنشرح لغة بايثون. محتاجين اولا نعرف ايه هي اصلا لغة بايثون. محتاجين اولا نعرف ايه هو اصلا البروجرامينج، وايه هي اصلا لغة بايثون. تمام. احنا في لغة الكمبيوتر بتاعتنا اللي هي لغة البرمجة. انت بنتعلم ازاي نتكلم مع الكمبيوتر. يعني ايه هي اصلا لغة الكمبيوتر؟ لغة الكمبيوتر اكتشفنا ان هي عبارة عن 0 1. طيب انا عشان اكلم الكمبيوتر هقعد بقى كل شوية اكتب كل شوية 0 1 0 1 0 1. انا هعمل لغة. طيب اللغة دي عبارة عن ايه؟ شوية اوامر. تمام. بعد كده هخلي الكمبيوتر يحول لي لغة البرمجة دي ل 0 1. يبقى كده انا قدرت ان انا اكلم الكمبيوتر او اقول له اعمل لي حاجه معينه. ايه هي انواع البرمجه اصلا؟ اللغات البرمجيه عندي عباره عن ايه؟ عندي لو ليفل لانجويج، عندي اسمبلي لانجويج، وعندي هاي ليفل لانجويج. طيب اللو ليفل دي اللي هي 0 وال1. طيب والهاي ليفل هي البايثون او الجافا. تمام. السمبلي لانجويج دي عباره عن اللغه بتاعت الكمبيوتر بقى. تمام. ان هو هيبدأ ياخد الهاي ليفل لانجوج بتاعتي يحولها لاسمبلي لانجوج يفهمها الكمبيوتر، اللي هي عبارة بقى بعد كده يحولها لايه؟ لزيرو 1. تمام. يبقى عندي ثلاث انواع من اللانجوج، عندي هاي ليفل واسمبلي ولو ليفل. تمام. انا هتعلم ازاي اتعلم بقى ايه إن البايثون والجافا اللي هي ايه؟ هاي ليفل لانجوج. طيب في فرق ما بين حاجتين محتاج تعرفه: الانتربريتر والكومبايلر. الانتربريتر هو عبارة عن ان انا مثلا لما اجي اكتب كود بكتبه، مش انا مثلا هكتب كود مثلا يطبع لي رقمين، وكود يطبع لي مجموع ضرب الرقمين مثلا. ففي الانتربريتر هو بيروح لكل لاين ويطبعه، لكن كومبايلر لا، هو بيروح يعمل كومبايل للكود كله. بعد ما يخلص الكود كله بعد كده يعمل ران للكود بتاعي. ففي فرق ما بين الانتربريتر وفي فرق ما بين الكومبايلر. طيب ايه اللغات اللي بتستخدم الانتربريتر وايه اللغات اللي بتستخدم كومبايلر؟ اللي بتستخدم الكومبايلر هي اشهر لغات سي بلس بلس، والانتربريتر هو البايثون. طيب ليه استخدم بايثون؟ هنشوف قدام ليه بنستخدم بايثون، لان يعتبر دلوقتي بايثون من اسهل اللغات الموجوده. يعني لو حد كان مذاكر مثلا سي بلس بلس او خد سي بلس بلس في كليه او حاجه، هيلاقي ان السي بلس بلس اصعب شويه من البايثون. بس السي بلس بلس هي بتأسسك. البايثون ان ممكن اي حد يبدأ في بايثون حتى لو مش في كلية او في حاجة، بس يقدر يتعلم البايثون ويقدر يعمل بيها مشاريع كتيرة. طيب آه هنتكلم عن بايثون ازاي بقى نبدأ في اللغة، وازاي ناخد حاجات معينة في اللغة. تمام. فايه هي اصلا؟ عايزين نعرف الابليكيشن بتاعت البايثون: ماشين ليرنينج موديلز، artificial intelligence projects، automation، والويب ابليكيشن. تمام.